وادي التدخل من مارسيلو مع احمد سالم صافي. تتلعب الكره عاليه المره دي، السكند بول على حدود منطقه ال 18، خطيره، مرور وركله جزاء. ركله جزاء يحتسبها الكابتن سيد شعبان حكم لقاء اليوم. الكره الاخيره والاستلام والهجمات المرتده، المهاره الفرديه والزياده العدديه والسرعه في التحول من الحاله الدفاعيه الى الهجوميه. حسام ايفونا بذكاء كبير. هنشوف الاعاده، نور السيد والغندور. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، نور السيد يسجل الهدف الاول للجونه من ركله جزاء. برافو 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 نور السيد. في الدقيقه 15 من عمر اللقاء تكون كويسه في الاعداد، تقدر تشوف عزيزي المشاهد وتقدر تتابع وتقدر تقول هيلعب الكره العرضيه ولا هيعمل ايه. عمل الكره عرضيه، جول 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 جول. اوين النيجيري يسجل التعادل في الدقيقة 32 وبعد مرور ربع ساعة من تسجيل الهدف الأول. ينجح اوين في تسجيل هدف التعادل للافيونا وبكل يقين. سيد اللي لسه نازل ويحول الكرة إلى تماس، تتلعب على طول اوين، خطيرة خطيرة، عمل العرضية، جول 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 جول. وفيينا يتقدم في الدقيقة 23 وفيينا يوصل ليقين عن طريق اللاعب البديل رجب مارو. أدعو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد في وسط غفلة دفاعية وفي كورة استثنائية. مارو يسجل بطريقة غير عادية. برافو مارو، احتفل كما تشاء. في فريق الجونة نور السيد محور الارتكاز وقلب فريق الجونة هو نور السيد. كرة عالية خطيرة، جول 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 جول. التعادل. الاخطاء الدفاعيه في كوره استثنائيه وفي لقطه استثنائيه. ينجح البديل احمد تركي في تسجيل هدف